السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ كل سنة وانتم طيبين. الفيديو ده بمناسبة ان انا ما قدرتش اشرح النهارده والله خالص في وقت المحاضرة. بس دلوقتي يعني اعتقد ان انا ممكن اكون احسن شوية. وطبعا ان شاء الله انا اكيد بكرة مش هكون موجود في البيت، حتى لو انا ما كنتش تعبان كده كده ما كنتش هقدر اقدم محاضرة. زي ما اتفقنا ان شاء الله يوم الجمعة بإذن الله ميعاد اسف يوم السبت، لان احنا كده كده بناخد الجمعة راحة. في يوم السبت إن شاء الله بإذن الله هيكون ميعاد المحاضرة الجاية. طيب المحاضرة دي إيه لازمتها؟ المحاضرة دي هبدأ أديلك فيها شوية تفاصيل وشوية حاجات كده باقية لنا، وهقول لك الدنيا فيها إيه في النهاية خالص. خليك معايا وتابع الشرح للنهاية عشان التاسكس بتاعتك موجودة في النهاية. والفيديو ده معتمد عليها بشكل كبير. طيب أو معتمد على الفيديو ده بشكل كبير. نبدأ بسم الله. كنا أخدنا المرة اللي فاتت فرق، وقعدنا إن إحنا نتكلم شوية عن حتة الانبوتس وإيه الاتريبيوتس اللي موجودة فيها. لاحظ دايما أو ركز في الكلمات اللي أنا بنطقها علشان تبقى على لسانك كتير، حتى لما أنت تيجي تشتغل. لما تيجي تعمل انبوت قول والله ده اتريبيوت اسمه تايب، ده اتريبيوت اسمه بليس هولدر، ده اتريبيوت اسمه نيم. كل اتريبيوت من دول ليه الفاليو أو القيمة الخاصة بيه بعد كلمة يساوي. تمام. طيب كنا اتفقنا ان الانبوتس دي او الفورم كل وظيفتها انها الميثود بتاعتها يا تبقى يعني تبقى بوست في الغالب. كل وظيفتها انها حضرتك بتبعت بيانات للسيرفر علشان تعرف السيرفر المعلومات الخاصه بالمستخدم دي عباره عن ايه. طب الراجل اللي في الباك اند ده بيعرف المعلومات بتاعتك دي من خلال ايه بالظبط؟ من خلال الاتريبيوت اللي اسمه نيم. انت بيدي لك هو الاسماء دي بيبقى محددها عنده. فانت لما تيجي تبعت له قيمه من الانبوت ده هو بياخدها ويساويها بكلمه الفيرست نيم، وهنشوف ده دلوقتي. طيب تعال بس ايه نقفل كده وتعالى نشغل نعمل جو لايف. ماشي. انا عندي اكتر من انبوت بالمنظر ده. وليكن ده الفيرست نيم محمد، التحول مثلا ايج 30، الباسورد 1 2 3. اتفقنا ان احنا في بيبقى عندنا زرار اسمه سبميت او التايب بتاعه سبميت، ده علشان يرسل او وظيفته ان هو طول ما هو جوه الفورم هيرسل اي بيانات جوه الفورم للباك اند عموما. طيب ايه اللي هيحصل لو الزرار ده بره الفورم؟ خلاص مجرد ما نكتب اي حاجه ايا كان اللي انا هكتبه ودوست سبميت اوتوماتيك مفيش اي حاجه بتتبعت، لا في برامج فوق ولا في اي ريكوست بتتبعت ولا في اي حاجه. لاحظ هنا ان انا شلت علامه الفيتش اس اكس اتش ار، خليتها على دوكس علشان ابدا اشوف فايلات عندي لاني ما عنديش سيرفر. تمام. تقدر ترجع لي المحاضره اللي فاتت اتكلمنا عن الجزئيه دي بشكل مبسط. فالزرار ده عمره ما هيشتغل. زي ما قلت لك اي انبوت طالما بره التاج بتاع الفورم مش هيأدي وظيفته اللي انت منتظرها منه. لما احط ده طبعا هيعمل ريفرش وهيعمل ريلود للملف بتاعي. الملف بتاعي بس موجود فيه حاجه اسمها بريفيو. سيبك من اي حاجه تانية، البريفيو ده وظيفته بس بيعرض لك ايه الحاجات اللي موجوده عندك في الفايل بتاعك. انا مش محتاجه خالص. انا هبدا ان انا هقول له محمد، هقول والعمر 30 مثلا، باسورد 1 2 3. لاحظ ان انا لو جيت مثلا عملت سبميت بالمنظر ده، ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا ان الزرار اشتغل، بس طبعا هنا قال لي فيل. ليه؟ لان انا ما عنديش سيرفر اصلا اقدر ابعت عليه البيانات، فلازم يفولد معايا. لكن تعال نبص كده على في حاجه، طبعا بريفيو ما فيش تقدرش تعرض حاجه خالص. تعال نبص على حاجه اسمها البيلود. البيلود دي يعني ايه بيلود؟ بيلود دي اللي هي البيانات اللي حضرتك رفعتها. تعال ننزل ده بس شويه عشان ده اللي هنشرح فيه ان شاء الله بعد كده. البيلود دي هي عباره عن البيانات اللي حضرتك رفعتها او بعتها على السيرفر. طيب البيانات دي عباره عن ايه؟ تعالى كده نبص على الفورم داتا. في حاجه اسمها الفيرست نيم، في حاجه اسمها اللاست نيم، في حاجه اسمها الايج، في حاجه اسمها الباسورد. كل واحد من دول ليه قيمه. ده اللي انت رفعته او الشكل ده اللي انت حضرتك بعته للسيرفر. بعته بانهي شكل واستقبلته وهتستقبله ان شاء الله بانهي شكل؟ مش وظيفتنا دلوقتي. وظيفتك تعرف ان الحاجات دي انت بعتها. طب بعتها ازاي؟ من خلال القيم اللي كانت موجوده في الفورم. طب هو عرف قيمه محمد دي والطحاوي و30 و1 2 3، اسند كل قيمه من دول للاسم اللي قصادها ازاي؟ عن طريق النيم اللي انت حددته له. قلت له والله ان الانبوت ده لما اجي اكتب فيه اي كلام او اسم اسنده لي للكي او للمفتاح ده اللي اسمه الفيرست نيم. فلما كتبت محمد في الفيرست نيم اللي هو الانبوت الاولاني دخله على الفيرست نيم. فلما تروح البيانات دي بالشكل ده للراجل بتاع الباك اند بقى عنده عارف ان الاسم الاولاني بتاعك كذا،
الاسم الاخير بتاعك كذا، عمرك كذا، الباسورد اللي انت كتبته كذا، بيبدا ياخد البيانات دي ويتعامل بيها باي شكل كان او ايا كان ايه اللي هيعمله. اعتقد لحد اللحظه دي ان شاء الله ممكن تكون الدنيا واضحه. لو عندك سؤال او استفسار في الجزئيه دي سيبه في الكومنتس وهرد عليه واتناقش معاك ان شاء الله بكل سهوله. طيب تعالى طبعا نقفل السيرفر، نفتحه تاني لان هو عمل ريدايركت على صفحه تانيه، فاحنا مش محتاجين الصفحه التانيه دي. طيب كده انا تقريبا شبه خلصت بس الجزئيه اللي انا عايز اتكلم فيها. طيب انا عندي زرار اسمه سبميت. الزرار ده افرض انا اليوزر ده او المستخدم ده انا لازم استقبل منه الباسورد، يعني انا مثلا بعمل له اكونت ولازم هو يبعت لي الباسورد علشان اظبط الاكونت بتاعه، ما ينفعش اي حد يدخل على الاكونت بتاعه. طيب الراجل ده عنده زرار باسورد، ممكن انا اسيبه فاضي، ممكن اعمل سبميت، ما مش هبعته فاضي. يعني عملت حاجه زي كده وكتبت العمر ايا كان وسبت الباسورد فاضي، هنفتح بس النتورك علشان نبص ايه البيانات اللي هتروح. رحت دايس سبميت، على كده نبص على البيانات اللي هتروح. كل حاجه اتبعتت ما عدا الباسورد اتبعت فاضي، مفيش حاجه راحت فيه. ليه؟ لان انا كيوزر ما كتبتش. فانت كراجل باك اند لما تلاقي المعلومات دي عندك، المعلومات دي ناقصه يا جماعه، انا الباسورد ده كنت محتاجه، انا لازم يبقى في عندي باسورد للراجل ده علشان اقدر اظبط له البروفايل بتاعه عشان يقدر يدخل عليه بعد كده. طب ايه المشكله او نحل المشكله دي؟ حاجه اسمها ازاي؟ حاجه اسمها الفاليديشن. فاليديشن لازم تشيك من عندك انت كفرونت اند ان الراجل ده لازم ما يسيبش الانبوت ده فاضي، زي ما الباك اند كمان بيشيك من عنده. فتيجي لما نعمل كده ونشغل مره تانية ونروح على الباسورد ده ونقول له خد بالك ده ريكوايرد. ريكوايرد يعني مطلوب، يعني بعد اذنك ما تعملش سبميت او ما تبعتليش البيانات طول ما الانبوت ده ما اتكتبش فيه اي قيمه. تعال نجرب حاجه زي كده. محمد، او نيجي نقول له مثلا 30 وسبت ده فاضي وقعدت حاجه زي كده، رحت قايل له سبميت، ما بعتش ريكويست بس في حاجه ظهرت هنا قال لك بليز فيل اوت، ما اعرفش ايه، دوس تاني عشان تظهر، قال لك بليز فيل اوت ذس فيلد، من فضلك املى الفيلد ده او الجزء ده. ما ينفعش حضرتك تسيبه فاضي. ليه؟ لان انا قايل لك ده ريكويرد، ده مطلوب. فمهما تيجي تعمل سبميت هو مش هيبعت اي حاجه، هيعمل لك هيقول لك ان ده ريكوايرد. طب انا كتبت فيه اي باسورد، اه عادي براحتك دوس سبميت عادي وهبعته لك، فكده انت كتبت فيه البيانات او ضمنت ان حضرتك هتبعت لي فيه البيانات بتاعتك. اعتقد لحد كده ممكن تكون الامور واضحه شويه. طيب طبعا لازم نخرج كده، احنا ما عندناش باك اند فالدنيا بتبقى مش لطيفه حبتين. ماشي. طيب زرار السبميت ده افرض انا عايز اكتب اي قيمه تانية، انا مش عايزه سبميت. انت حضرتك قايل لي هنا ان التايب بتاعه سبميت علشان يمكنني او يعرفني ان انا عايز اعمل سبميت للفورم. طيب في اي حاجه تانية بتساعدني هنا؟ قال لك اه حضرتك كتبت حاجه زي كده، كان في عندك 30 انبوت او ايا كان عدد الانبوت اللي عندك وكتبت كده وعايز تعمل ريسيت للانبوت دي. قال لك والله ده في زرار تاني، طبعا الحاجات دي هيحصل لها ريفرش، في زرار تاني التايب بتاعه اسمه ريسيت. ايه وظيفه الزرار ده؟ قال لك ريسيت يعني برجع لك كل حاجه لوضعها الاساسي، برجع لك كل حاجه لوضعها الاساسي، بفضي لك من الاخر الانبوتس دول او برجعهم لطبيعتهم، حضرتك مليت فيهم داتا ايا كان كتبت كده انا عايز اعمل ريسيت للبيانات دي، فبدوس ريسيت رجع لي كل الانبوت فاضيه من غير ما يعمل اي ريلود او اي حاجه. ده وظيفه الزرار ده. طيب هو بالنسبه لزرار السبميت ده، وانا ما ينفعش ان انا اتحكم في الجزء ده او كلمه سبميت ده، ما ينفعش اتحكم في بتاع الريسيت ده؟ قال لك اه في عندنا انبوت تاني اسمه بutton. button يعني زرار، تقدر تكتب جوه الزرار ده اي حاجه. طب انا ما كتبتش هيظهر لك بالمنظر اللي انت شايفه، حضرتك ما كتبتليش جواه اي حاجه ما هيظهر لك بالشكل ده. فلما تيجي تكتب جواه مثلا submit my form، اه فانا اتحكمت ان انا اكتب فيه اي حاجه. طب هو ستيل انا لو دوست عليه مش هيعمل حاجه، يعني انا مثلا دوست حاجه زي كده. طيب تعالى ندوس على حاجه زي كده ونعمل حاجه زي كده. تعالى بقى بص لو دوست عليه اللي هيحصل، اه بعت ريكوست. ليه؟ لان طول ما البوتن ده جوه الفورم هو هيعتبر ان التايب بتاعه اوتوماتيك سبميت، هيعتبر ان التايب بتاعه اوتوماتيك سبميت. طب انا اقدر اتحكم فيه؟ قال لك اه تقدر تبعت له التايب بتاعه، في عندك اهو ريسيت، في عندك سبميت، وفي انواع تانية. لا انا ممكن اقول له لا انا عايزك ريسيت، ما تتعاملش كسبميت، انا عايزك تريسيت ودي هتبقى ريسيت انبوتس عادي. طبعا لازم نوقف السيرفر نفتحه تاني. دلوقتي بقى الزرار ده، تعالى بس نشيل الزرارين دول عشان ما نتلخبطش فيهم. دلوقتي بقى عندي الزرار ده وظيفته ريسيت،
مع انه موجود لسه جوه الفورم، ايا كان اللي انت هتكتبه ايه. تمام، جيت دوست ريسيت فهو فضالي، فالبيهافير بتاعه او السلوك بتاعه اختلف بناء على التايب او النوع اللي انا اديته له. انا قلت له تايب يعني نوعك، ريسيت تعامل كانك ريسيت. ده البيهيفير بتاعه، يبقى الاتريبيوت ده اتحكم في البيهيفير او سلوك الزرار اللي انا حاطه جوه الفورم. طب ما حطيتش حاجه، بطبيعته هيعمل سبميت طالما هو جوه الفورم. اعتقد الحاجه دي ممكن تكون واضحه معاك. ماشي، انا هعمل لدي كده كومنت، وهبدا ابص على حاجه تانية كنا اتكلمنا فيها بس ما كملناش، الايمج اتريبيوت، او اسف الايمج تاج. الايمج تاج اول ما بعمله بيجي لي اثنين اتريبيوت. كنا اتكلمنا على التو اتريبيوتس دول المره اللي فاتت، سواء السورس اللي هو المصدر بتاع الصوره بتاعتك، والالت او الالترناتيف تكست اللي حضرتك بتكتبه علشان يظهر زي ما انت شايف الالترناتيف تكست اللي هو بيظهر كديسكريبشن لو الصوره دي حصل لها مشكله او عطل. تمام. طيب السورس ده كنا حطينا له، جبنا مصدر صوره خارجيه HTTP كده، اي صوره ايا كانت. تعالى مثلا ناخد صوره زي دي كده ونعرضها بالمنظر ده. نروح نبص عندنا هنا، طبعا هنضطر ان احنا نوقف السيرفر نشغله تاني علشان الفورم. طيب ظهرت الصوره بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده، عادي قدرت ان انا اتحكم في الصوره. طيب لو انا عندي صوره داخليه، يعني صوره متخزنه على الجهاز، اجيبها ازاي؟ قال لك سهله، بدوس كنترول سبيس هيجيب لك كل المسارات اللي موجوده في الكمبيوتر بتاعك. انا جبت صوره حطيتها جنب او في نفس الفولدر اللي انا فيه، اللي هو بتاع المشروع نفسه. جبت صوره عاديه وحطيتها، فلما دوست جاب لي الصوره جنب الملفات بتاعتي. دوست على الصوره، طبعا بصيت هنا الصوره ظهرت لي بالمنظر اللي انت شايفه ده. ليه؟ لان حجم الصوره كبير. طب هل في حاجه اقدر اتحكم فيها بالصوره من هنا من غير ما اروح للسي اس اس؟ قال لك اه. الايمج اتريبيوت، اسف الايمج تاج، دايما بيجي معاها تو اتريبيوتس مهمين. في عندك حاجه اسمها الويدث، في عندك حاجه اسمها الهايت. تقدر تتحكم في الهايت والويدث بتاع الصوره. انا ممكن اقول له الويدث 200، خلي لي الويدث صغير بتاعها، فجابها لي بالمنظر ده. ممكن اجي اقول له الهايت 400، انا عايزك تخليها لي طويله شويه. ممكن اقول له انا عايزك الهايت 100، خليها لي صغيره شويه. وممكن اقول له لا، شيل الهايت خالص، خلي الطول بتاعها الطبيعي بتاع الصوره، لكن خلي لي الويدث مثلا 400، هيكبرها لي بالمنظر ده. طيب رجعتها 200 تاني، اقدر اتحكم فيها زي ما انا شايف. الصوره دي محدش يا ريت يضحك عليها. انا انا بحب عموما ورق يوجي جدا. ممكن في ناس كتير فيكم ما تبقاش عارفه اللعبه دي يعني، بس انا من محبين اللعبه دي من زمان يعني، بحب اجمع الورق بتاعها، فمحدش يركز فيها يعني. تمام. طيب كده انا قدرت ان انا اتحكم في الصوره لو انا موجوده صوره عندي على الجهاز. تمام. طيب لو الصوره دي فرضنا ان انا في عندي فولدر، او دايما بيبقى عندي فولدر اسمه اسيتس او الحاجات اللي هي اللي انت بتعتمد عليها في المشروع بتاعك، زي الصور والفيديوز والحاجات دي، كنوع من انواع التنظيم. وجيت حطيت جواه الصوره، جيت حطيت جواه الفيديو ده. دلوقتي انا عايز اوصل لمصدر الصوره ده. فلو رحت انا هنا، الصوره دي المفروض انها ما بقتش شغاله، حصل فيها مشكله، او ما خلاص ما بقتش ظاهره. ليه؟ لان الصوره دلوقتي بقت بره. الصوره دلوقتي بقت بره او جوه، اسف، الفولدر. طب ليه ما ظهرش اي حاجه؟ مش حاطط حاجه في الالترناتيف. تعالوا كده نكتب اي كلام، ظهر. يبقى دي اهميه الالترناتيف. تخيل لو انا ما كتبتوش بالمنظر ده، حضرتك مش هتعرف ان في حاجه هنا بترمز للصوره، مش هتعرف. تعرف منين؟ لكن لما احط لك الترناتيف، اقول لك هنا مثلا ايمج مثلا، انت هتعرف ان المفروض ان في هنا صوره لكنها ما ظهرتش لسبب ما، تبدا تدور على السبب ده. طيب انا الصوره عندي هنا المفروض انها كانت مش جوه حاجه، دلوقتي بقت جوه فولدر. اوصل للصوره ازاي جوه الفولدر؟ قال لك هتشيل ده كنترول سبيس، هتلاقي في عندك الفولدر اللي اسمه اسيتس. بمجرد ما ادوس انتر عليه هيبدا يدخلني على اي حاجه جوه الفولدر. ما تاخدش بالك هو ليه بيكرر الحاجه مرتين، هبقى اقول لك عليها يعني. دي بتبقى حاجه في الفيس كود نفسه تقريبا. فانت ممكن تختار الايمج بتاعتك، فخلاص دلوقتي الايمج بتاعتك ظهرت عادي بدون اي مشاكل. لحد كده اعتقد ممكن الدنيا واضحه. عندك مشكله ولا عندك استفسار سيبه في الكومنت بكل سهوله، وهرد عليك ونتناقش سوا ان شاء الله. طيب ده بالنسبه للايمج. طيب احنا خلصنا دلوقتي موضوع الصوره. في عندنا بعد موضوع الصوره في حاجه عندنا اسمها الفيديو. في حاجه عندنا اسمها الفيديو. ازاي تقدر ان انت تدخل فيديو في البروجكت بتاعك، او ايه الطرق المتاحه ليك علشان تقدر ان انت تدخل فيديو في البروجكت بتاعك. تعال نبص نشوف بنستخدم ايه للموضوع ده. طيب ممكن نستخدم في عندنا حاجتين.
في عندنا الفيديو، في عندنا الاي فريم. انا هقول لك الفرق ما بينهم الاول، اعتقد هيكون افضل، وبعد كده هبدا ان انا اتناقش معاك واقول لك الدنيا فيها ايه بالظبط. تمام. طيب، ببساطه كده يا شباب، لو انا عايز ان انا اجيب فيديو او احط فيديو عندي في المشروع بتاعي، قال لك لازم تستخدم تاج نيم اسمه فيديو. لازم تستخدم تاج نيم اسمه فيديو. ايه وظيفه التاج نيم اللي اسمه فيديو ده، او بيعمل ايه بالظبط؟ قال لك ده عن طريقه بقدر اتحكم ان انا احط حاجه جوه اسمها السورس، او تاج تاني اسمه السورس. زي ما اتفقنا في بعض التاجز اللي بتحتاج انها تتحط جواها تاجز تانية، زي السيلكت انبوت لو تفتكر بيبقى جواه الاوبشنز عشان اقدر اعرض جواه الحاجه الخاصه بيه. كذلك الامر في الفيديو تاج هنا، قال لك لازم تحط تاج تاني اسمه السورس، من غيره انا ما اقدرش اشتغل. وده بيتحط جواه تو اتريبيوتس مهمين جدا، السورس وطيب. طبعا انت بدات تستشف دلوقتي السورس دي بترمز لايه او ريليتد لايه، لمصدر الحاجه اللي انت عايز تشغلها، او بمعنى اصح مصدر الفيديو اللي انت عايز تشغله. طيب التايب دي تقول لك لا بعد اذنك انا حاجه اوبشنالي، انا حاجه اوبشنالي تقدر تحدد لي فيها نوع الفيديو اللي انت عايز تشغله. والله انا عايز اشغل فيديو نوع ام بي 4، انا ممكن ما اكتبهاش. تعال نجرب ما نكتبهاش مثلا ونشوف هو هيشتغل ولا لا. تعال نجيب الفيديو اللي موجود عندنا جوه الفولدر ونشغل حاجه زي كده. بص ايه اللي ظهر. ظهر لك الفيديو ببلاي باك طبيعي جدا لو جيت تشغل. طيب ده فيديو عادي خالص مديهولك كتجربه، مفيش اي مشكله خالص. تعال نشيل ده، هيشتغل معاك اعتقد عادي. بالظبط. فطبعا السورس هنا تقدر ان انت تحط فيه اللي يريحك. هو بيقول لك تقدر تحط لي او ريكوايرد فور مثلا اوديو. انت ممكن تعمل اوديو، ممكن تعمل فيديو، بس سيبنا من الاوديو دلوقتي، خلينا في الفيديو. لو انا عايز ان انا اشغل فيديو عندي، انا دلوقتي اديته مصدر الفيديو بتاعي علشان ان هو يقدر يشتغل. طب امال ايه الحاجات اللي موجوده فوق دي؟ لو انا شلتها ايه اللي هيحصل؟ ظهر لك الفيديو بالمنظر اللي انت شايفه ده. لو انا جيت عملت ريلود مفيش اي حاجه ظهرت عندي. ليه؟ لان انا ما حددتش حاجه اسمها الكنترولز اللي هي المفروض انها بتشغل او مسؤوله عن تشغيل الفيديو. معنى كده ان انا لو شلت الويدث والهايت هيفضل الفيديو بحجمه الطبيعي اللي هو كان موجود عليه في اي مكان، ومجرد ما اشغل هشغل. طب الحاجات دي جت منين؟ الحاجات اللي موجوده قدامي دي، واقدر اعمل داونلود واسرع الفيديو واكبر بالمنظر ده واصغر واتحكم في الصوت، الحاجات دي جت منين؟ بيوفرها لك حاجه اسمها الكنترولز اللي موجوده هنا. الكنترولز ده بتديك السلوك او البيهيفير الطبيعي بتاع البلاي باك اللي موجود على البراوزر. يعني البراوزر عليه بلاي باك، عشان كده الحاجات دي شغاله بشكل ديفولت عليه. امال الفيديو نفسه ملوش بلاي باك؟ لا هو ملوش، هو بيحصل له حاجه اسمها امبيدد. امبيدد يعني، او كلمه امبيدد دي بمعنى اصح تقدر تقول ان هي زي اكت كده انترنال، بمعنى يعني نقدر نقول هي طريقه كده بتتنقل بيها البيانات او الكونتنت بتاعك من المصدر او من والى المصدر بتاعها. انت عندك مثلا فيديو خارجي مثلا، عندك فيديو خارجي على موقع او ايا كان زي مثلا موقع اليوتيوب، وانت عايز تشغل الفيديو ده بشكل يكون موجود عندك على الحاجه دي. طيب تشغلها ازاي؟ لو انا مثلا رحت على موقع اليوتيوب تقريبا كده، ممكن نروح على موقع اليوتيوب. تعالى مثلا تعالى نروح على الفيديو ده. طيب اول ما انا دخلت على الفيديو ده هتلاحظ ان الفيديو ده ليه لينك كده من فوق. ماشي، ليه لينك من فوق. لو انا خدت اللينك ده وعايز اشغله، الطبيعي والمعروف ان انا باخد اللينك ده واروح احطه في السورس زي ما احنا اتعودنا، فالمفروض ان الفيديو عندي يشتغل بالمنظر ده. المفاجأة ان انت هتلاقي ان الفيديو ما اشتغلش معاك. هتلاقي ان الفيديو ما اشتغلش معاك. ليه بقى؟ هنا يجي دور كلمة الامبيدد دي. لو جيت بصيت هنا في اللينك او في الرابط بتاعك اللي انت بعته للسورس، بتقول له www.youtube.com/watch دي يعني انت بتقول له شاهد على طول الفيديو بتاعي. طب انت هتشاهد الفيديو من خلال ايه؟ من خلال السيرفر بتاع اليوتيوب نفسه. فانا هنا كانه بقول له لا انا عايز اشغلك من على اليوتيوب. لا هو انا مش يوتيوب علشان تحط لي نفس اللينك، انا مش يوتيوب علشان تحط لي نفس اللينك. انت لازم تعمل للفيديو ده امبيدد، لازم تديني المصدر بتاعه اللي انا اقدر اشغل من عليه الفيديو. اديني المصدر المباشر اللي اقدر من خلاله اشغل الفيديو. الفيديو
عموما او الفيديو تاج لازم يشغل لك حاجه ليها سورس او ليها مصدر بشكل دايركت مباشر. اليوتيوب ما بيوفرش ليك الميزه دي. طب لو انا عايز اشغل حاجه زي كده اعمل لها ازاي؟ لازم اعملها امبيدد. امبيدد ده عن طريق ايه؟ عن طريق تاج تاني اسمه الاي فريم. ده تاج منفصل خالص عن الفيديو، ملوش اي علاقه بالفيديو. لازم تديله اللينك في اخره امبيدد، وبعد كده تديله التاج او اسف تديله الاي دي بتاع الفيديو اللي انت عايز تشغله. تعال نبص على حاجه زي كده. انا مجرد ما اديته بس الفيديو ده قدرت ان انا اتحكم فيه تقريبا. ده كله ده البلاي باك او الحاجه الخاصه باليوتيوب، مفيش فيها اي مشاكل خالص. كل ده عن طريق اليوتيوب. انا بس عملت له امبيدد، او بمعنى اصح حطيته بس ان هو او خليته بس ان هو يشتغل من خلال الموقع بتاعي، لكنه ضمنيا شغال عن طريق اليوتيوب. تمام. طيب الاي فريم ده بيقبل منك الويدث اتريبيوت، بيقبل منك الهايت عادي تقدر تتحكم فيه براحتك، بيقبل منك برضو السورس زي ما اتفقنا يكون عباره عن ايه. اللي بيبدا يتغير معاك هو الاي دي ده. الاي دي ده بتجيبه منين؟ اي فيديو انت بتدخل عليه على اليوتيوب بتلاقي فيه اخره. انا مثلا لو رحت دخلت على فيديو زي ده، بص كده فوق هتلاقي بعد كلمه واتش كذا 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 يساوي دي الاي دي بتاع الفيديو نفسه. اسف الفيديو نفسه. فلو عملت حاجه زي كده مثلا ورحت عندي هلاقي نفس الفيديو حتى بالثامبنيل بتاعته اللي هي موجوده على اليوتيوب، هلاقيها بقت موجوده عندي هنا نفس اللي كانت موجوده فوق ده بالظبط. هتلاقيها موجوده عندك هنا. ليه؟ لان هو بيعمل امبيدد او بيضمن بس موقع او الفيديو اللي هو بتاع اليوتيوب. حتى كمان تلاقي الاشتراك وتلاقي كل حاجه زي اليوتيوب بالظبط، لانك عامل مضمن الفيديو ده من اليوتيوب نفسه، حاطه عندك عن طريق الاي فريم تاج ده. طبعا allow فول سكرين دي اعتقد تقدر ان انت يعني لو شغلت كده ما تقدرش ان انت تعمل فول سكرين لانك وضع ملء الشاشه ده غير متاح. لكن لو رجعته تقدر ببساطه ان انت If بعد you've ما been تشغل تقدر تعمل ملء الشاشه عشان تشغل الفيديو بصوره كامله. و فريم بوردر اعتقد ده ان انت بتلغي البوردر اللي هو بيبقى موجود ده اللي هو بيبين يعني ان انت عامل او مضمن الفيديو ده عندك. لا تقدر ان انت تخلي شكل لطيف شويه بانك تضيف الاتريبيوت دي عشان تخلي البوردر زيرو، تخلي ما فيش اي حواف الفيديو بالشكل اللي انت شايفه ده. يبقى كده هو ده الاي فريم بالنسبه لي، تقدر ان انت تضمن من خلاله اي حاجه خارجيه. طيب هل الاي فريم اقدر من خلاله ان انا اضمن الفيديوز بس؟ لك لا. انت مثلا لو رحت على موقع زي W3 سكول مثلا، W3 سكول، بلاش ساكن دي او ايا كان، W3 سكول نفسه الموقع نفسه. لو انا خدت الموقع نفسه ده ورحت قلت له انا عايزك تحط لي الموقع ده، هل الموقع ده بيتضمن شيء او انت بتعمله امبيدد يعني؟ قال لك لا. في بعض المواقع لما تيجي تشغل بقى مش يوتيوب فيديو او تيجي تشغل فيديو، لا لما تيجي تضمن موقع كامل عادي زي ده تحط اللينك بتاعه مباشرة. بس في حاجة مهمة جدا، هتلاحظ صورة زي دي جات لك في بعض المواقع او في مواقع كتير بتقول لك ان الموقع اللي انت حاطه هنا ده او طالبه ان هو يتضمن عندك بيقول لك refused to connect. الموقع ده رافض ان هو يتصل او رافض الاتصال ده او مانع الحاجة دي من عنده. انت ما تقدرش ان انت تضمن الموقع ده عندك، لان الموضوع يبقى سهل بقى على اي حد ان هو يعمل موقع يروح التاني واخد الموقع بتاعه ومضمنه عنده والناس بقى تخش على موقعه وهو تتعامل. لا ده اكيد كلام مش سليم. يقدر صاحب الموقع بسهوله ان هو يرفيوز ان هو يكونكت معاك علشان يضمن الموقع بتاعه عندك. هل كل المواقع بتعمل حركه زي دي؟ تقريبا لا. يعني مثلا لو جينا دخلنا على حاجه زي ايجي باست مثلا، انا على موقع زي ايجي باست خدناه كده، ده الموقع بتاع ايجي باست. مثلا لو رحنا على آم، هنا كده وحطينا اللينك بتاع ايجي باست، هتلاحظ ان هو ما شاء الله جاب لك الموقع او ضمن لك الموقع بتاع الايجي باست. زي ما انت شايف كل اللي على موقع ايجي باست موجود عندك، حتى كمان سبحان الله الاعلانات. فما تقلقش خالص واطمن. ليه؟ لان هو انت بتضمن الموقع كامل بكل حاجه فيه موجوده عندك، فكل حاجه حرفيا بتتنقل عنك زي ما انت شايف كأنك في الموقع بالظبط. تقدر تتحكم في الويدث، تقدر تتحكم في الهايت براحتك، مفيش أي مشاكل خالص. تمام يا شباب؟ طيب أعتقد كده ممكن تكون وصلت. لو عندك أي استفسار أو اتلخبطت في حاجة اكتب لي في الكومنتس وأنا هكون معاك إن شاء الله. طيب ده كده بالنسبة للجزء الخاص بتاع الفيديو. الجزء الخاص بتاع فريم اتكلمنا عن البوتنز، اتكلمنا عن attribute required،
اتكلمنا عن الايمج ازاي تجيب صورة من المصدر بتاعك، اتكلمنا عن الفيديو بكل التفاصيل بتاعتهم وبكل الاتريبيوتس بتاعتهم. طيب اعتقد الشكل ده كافي او الوضع ده كافي. ايه المطلوب منك بالظبط؟ مطلوب منك حاجة بسيطة خالص. سيبنا من الصورة دي، مش هشرحها دلوقتي خالص. مطلوب منك حاجة بسيطة خالص. لو أنا جيت دخلت على موقع اسمه عاصمة نيوز، العاصمة نيوز اللي هو ده، أول ما يفتح قدامك هيفتح بالشكل اللي أنت شايفه ده. الموقع ده أنا عايز أو الموقع ده يعتبر من ضمن المواقع الرخمة شوية. يعني إيه الرخمة؟ الرخمة في الاستراكشر بتاعها. أنت تلاقي حاجات هنا، حاجات داخلة في بعض، حاجات جوه حاجات، والسايد بار تقريبا هنا موجود. بس حاجات هي يعتبر شبه بعض. طيب ايه المطلوب منك ببساطه لحد يوم السبت باذن الله؟ هتعمل لي استراكشر كامل للموقع ده. يعني ايه استراكشر كامل؟ بمعنى اصح، انا دلوقتي عندي ده هيدر كله على بعضه، وليكن على سبيل المثال هاجي اعمل حاجه زي كده، اقول له مثلا في عندي هيدر. الهيدر ده جواه ايه؟ بس ده دي اعلانات. الهيدر ده جواه ايه؟ جواه في عندي ناف بار على سبيل المثال. ناف بار جواها كام لينك مثلا، او ايه الحاجات اللي جواها موجود جواها. ادي قسم اتنين تلاتة كبار. يعني مثلا ده واحد ناحية اليمين خالص، وده قسم في النص، وده قسم ناحية الشمال. فممكن نقول له مثلا في عندنا ديف في تلاتة، واحد اتنين تلاتة. كل ديف تبدأ تكتب فيه أي بس كلام يعبر عن الجزء الخاص بيه، ويا ريت الكلام ما يبقاش عربي إذا سمحت. طيب الجزء اللي تحت منه تبدأ إن أنت تدخل صورة عن طريق الايمج تاج. بعد كده تبدأ تدخل الأسماء دي تحت بعضها. فبتقدر تدخل الأسماء دي تحت بعضها إزاي؟ بإنك تخلي العنصر الواحد اللي موجود ده هو عنصر بلوك، فأوتوماتيك هياخد بقية المساحة اللي موجودة قدامه، والاسم اللي بعده هيبدأ ينزل في السطر اللي بعده، وهكذا. مش محتاجهم قصاد بعض بالظبط. ما تضيفش بعد إذنك أي سي اس اس. لو ما طلعتش بالشكل اللي أنت شايفه ده مفيش أي مشكلة خالص. المطلوب عندي أو التاسك بتاعتك إنك تضمن الصورة وتضمن الكلام ده. تضمن الصورة وتضمن الكلام ده. في غلطة أنا غلطتها، أنا بعتذر منكم. الجزء ده مش خاص بالناف، ده الناف. لأن في ناف تانية هنا ما خدتش بالي منها. ده جزء ده مش خاص بالناف، ده ممكن نسميه توب هيدر. ده ممكن نسميه توب هيدر. يبقى أنا في عندي جزء اسمه مثلا أو سيكشن كبير ماشي اسمه توب هيدر. طب أنت تخليه أو تديله اسمه توب هيدر إزاي؟ هتديله عن طريق حاجة اسمها كومنت توب هيدر، علشان تقول لي ان السكشن ده بيعبر عن التوب هيدر، وتبدا تكتب الثلاثه دول جواه زي ما انت شايف كده. بعد كده عندنا جزء طبعا بعد الثلاثه ديف دول او بعد السكشن ده هتبدا تعمل سكشن تاني مثلا اللي هو الجزء اللي في النص. ده ممكن نسميه ايه مثلا؟ مثلا ويب سايت انفورميشن، او الانفورميشن الخاصه بالويب سايت اللي هو رئيس التحرير ومدير التنفيذي واللوجو. فممكن نسميه بالمنظر ده كده ويب سايت انفو او انفورميشن. وتبدا ان انت تحط بقى جواه الايمج تاج، والعناصر دي تخليها بلوك اليمنتس عشان تيجي تحت مع بعض. مش طالب منك يبقوا جنب بعض. عايز تدي ويدث للصوره وهايت براحتك. تجيب الصوره من هنا ازاي؟ بسيطه خالص، كليك يمين انسبكت، هتلاقيها موجوده عندك كده. هتدوس عليها بس بقت عندك الصوره زي ما انت شايف. ولو عايزيني ابقى ابعتها لكم عادي. تمام. طيب الجزء ده هتبدا تحط لي الناف بار. هل الحاجات دي مطلوبه منك؟ لا. المطلوب منك الشويه اللي في وشك بس. اي حاجه تعلم عليها وتظهر عندك مش مطلوبه منك. مطلوب منك بس تحط ناف بار جواها. وليكن هنا كام واحده؟ واحده اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه. فحضرتك هتقول لي والله انا عندي 9 لينكات. عندي 9 لينكات زي ما انت شايف كده اهو. اهو رتبهم انت بنفسك كده. بقى عندك 9 لينكات. كل جوه لينك هتعمل هاشتاج عشان ما يعملش ريلود للبيج بتاعتك. تقدر ترجع للفيديو اللي فيه شرح الاي تاج او لينك تاج.
وتكتب جوه كل لينك بالعربي براحتك زي ما هو مطلوب. اول واحد مثلا وليكن الرئيسيه، فانا هكتب له رئيسيه، وهكذا في الباقي اخبار مصر، اقتصاد، حوادث، ما اعرفش إيه. كده انا خلصت نايف بار. القسم ده مش مطلوب منك خالص. مطلوب منك بقى تبدا ان انت الجزء ده اسمه ايه؟ اسمه وليكن المين، وجوه المين تبدا ان انت تقسم لي على قد ما تقدر. طيب هل في حاجه معينه مطلوبه منك هنا او حاجه محتاج ان انا اوضحها هنا؟ لا، انا عايزك تكتب اللي انت شايفه من وجهة نظرك انه ينفع ان هو يتقسم. فكر واكتب، وايا كان اللي انت هتكتبه انا هراجعه ونتناقش فيه مع بعض. ايه وظيفة التاسك دي؟ مش انك تطلع حاجة بيرفكت، وظيفة التاسك دي انك تتعلم تفكر ازاي ممكن تحط استراكشر مع نفسك. ازاي لما ابص على موقع زي كده اشوف ايه الاستراكشر المناسب ليه. هل ده ينفع يبقى سايد بار؟ هل ده ينفع يبقى المين كونتنت؟ ده السكشن ده ينفع اسميه ايه؟ بعد اذنك ما تسميش حاجه اسمها سكشن 1، سكشن 2، سكشن 3. لا، ما تعملش حاجه زي كده. ادي كل حاجه مسماها. نيم كونفنشن حاجه من الحاجات المهمه في مجال البرمجه، انك تدي كل حاجه اسم بيعبر عنها. فرجاء كل واحد يكتب البنيه او الاستراكشر، ما تنساش طبعا الفوتر والحاجات دي. كل واحد يدي البنيه او الاستراكشر الاساسي اللي هو شايفه من وجهه نظره وعلى اسس الحاجات اللي احنا اتعلمناها. خليك هادي براحتك، حاول تكتب اسماء بتعبر عن الحاجات اللي انت بتعملها. حاول تكتب تاجز بتعبر برضو عن الحاجات اللي موجوده فيها. مش عيب ان انت تستشير زمايلك او تكتب في الجروب على التليجرام، لكن حاول تفكر بشكل مبدئي الاول مع نفسك. اتمنى من الله عز وجل ان اكون وفيت في الفيديو ده قدر المستطاع. ايه اللي المطلوب او ايه اللي المفروض ان شاء الله ان احنا هنعمله يوم السبت. هندي شويه حاجات بسيطه كده او تشيكه كامله على ال HTML مع شويه حاجات بسيطه كده هنراجعها، وان شاء الله هندخل في CSS باذن الله. اشوفكم على خير.